السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله حنعملوا مع بعض فطائر القهوه العصر ولا مع لاتاي، يجوا بزاف هايلين وبمقادير بسيطه. بالنسبه للوصفه واش نحتاجو، عندنا كاس تاع ماء دافي كيما راكم تشوفوا. كاس اللي عندكم خذوه، يعني عندي كاس تقريبا يرفد 130 حتى 150 مليلتر. عندي مغرفه كبيره تاع خميره تاع الخبز، مغرفه كبيره تاع السكر، مغرفه كبيره تاع الزيت، ومغرفه صغيره تاع لا مارغرين. واللي ما عندهاش لا مارغرين تقدر تعوضها بمغرفه واحده اخرى كبيره تاع الزيت، يعني تواسي زوج. مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره تاع لافاني، ومغرفه صغيره ماشي معمره تاع لا ليفور شيميك، ولا فارين بيان سور باش نطمو العجينه تاعنا. ندوزو الان طريقه التحضير. دونك بسم الله. بالنسبه لطريقه التحضير واش نحتاجو، كما قلت لكم نواسيو كاس تاع الماء دافي يكون دافي، مغرفه كبيره تاع خميره تاع الخبز ماشي معمره مليح، مغرفه كبيره تاع سكر. نواسو كلش على مره. عندي هنايا مغرفه صغيره تاع الملح ماشي معمره بزاف، مغرفه صغيره تاع لافاني تكون معمره تري بيان، ومغرفه صغيره كيما راكم تشوفوا ماهيش معمره بالملح تاع لا ليفور شيميك ولا الخميره الكيميائيه. فوالا نص مغرفه كيما نقدروا نقولوا. عندي هنايا مغرفه كبيره تاع الزيت، ومغرفه صغيره كيما راكم تشوفوا تاع لا مارغرين. هاي لك ماشي معمره مليح. بالنسبه لا مارغرين تقدروا تعملوها كيما تقدروا تستغناو عليها، يعني اللي ما عندهاش تقدر تواسي في بلاصتها مغرفه كبيره تاع الزيت، يعني تستعمل زوج في بلاصه مغرف. فوالا نحطوا هاد لا مارغرين، نواسيو كيما قلت لكم كلش على مره. هاد لا مارغرين نواسوها هي كاع هكذا بدا ما الماء راهو دافي راح تذوب لنا فيه، ونبداو نطمو بالفرينه. بالنسبه للفرينه دوك نقول لكم شحال خدات لي. عملت لهنا كاس تاع فرينه، نزيد الكاس الثاني ونشوفوا الكميه اللي تاخذها لنا. دونك بسم الله، نجيب فوي ندخل هذيك الفرينه اللي كنت واسيتها في الاول، يعني كاس تاع فرينه نفس الكاس اللي كنت واسيت به الماء. هكذا ندوب شويه شويه هذيك لا مارغرين. كما قلت لكم الماء تاعي راه دافي شويه، دونك حدوب لي بسهوله. نزيدو الكاس الثاني تاع الفرينه ونخلطو هكذا حتى وين تنطم لنا العجينه تاعنا. يعني نحاولوا كيفاش نطموها وما نخلوهاش يعني تنشف بزاف، تكون شويه خفيفه. هكذا انا عملت لهنا زوج كيسان تاع فرينه، حنزيد نص ونشوفوا حتى وين تنطم لكم. بسم الله لاباط تاعكم، يعني نحاول ندير غير بشويه، نسيي نخدم بيدي. دونك فوالا نحي هذيك لاباط اللي كانت في الفوي هكذا. يعني الفوي حيساعدنا كي ندخلوا لافارين بالفوي خير من بيدنا، حنعجنوها شويه، حيعاوننا شويه في العجين. فوالا حيدخلنا الهواء في العجينه تاعنا وتجينا خفيفه. بسم الله نكمل نضيف الفرينه حتى وين بسم الله تنطم معانا. كيما قلت لكم نحاولوا نطموها او ميم طون ما نشفوهاش، لازمش تكون العجينه تاعنا يابسه. فوالا مازالها تستخص. كيما قلت لكم هنا انا استعملت نص كاس تاع فرينه، تقريبا خدات لي زوج كيسان ونص تاع فرينه، وكل وحده ولا فارين تاعها. يعني كيما نقول لكم دائما لا فارين ما تتقيدوش بالكميه اللي نمدوها لكم، تقدر الفرينه تاعكم تكون تشرب وتاخذ لكم يعني كميه اقل ولا العكس. فوالا هاي ليك العجينه تاعي تكون بهذا القوام، تكون كيما راكم تشوفوا شويه خفيفه. نزيد نواسي شويه لا فارين قيس ما نطمها في الغيسيبيون ونرجع لكم. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا بعد ما طميت العجينه تاعي هكا، طميت كاع واش كان لاصق في لي باغوا تاع الغيسيبيون. هاي ليك القوام تاعها كيفاش يكون، يعني كيما راكم تشوفوا راهي فريمون تلتصق بالايدي. كيما قلت لكم نعمل لها هكذا شويه تاع لا فارين من الفوق هكذا باش ما تلصقناش في الغيسيبيون كي تخمر هكذا، ونغطيها بفيلم اليمونتير ونخليها حتى وين ضعف الحجم تاعها ولا تختمر تري بيان. ما تقلقوش عليها، خلوها حتى وين تخمر تري بيان. بعد ما تخمر نرجع لكم. دونك فوالا
بعد ما خمرت لي لاباط تاعي كيما راكم تشوفوا ضاعفت الحجم تاعها. نحيو هذاك الفيلم اليمونتير ونحطوا العجينه تاعنا سور لو بلون دو طرافاي ونكملوا بقيه المراحل. كيما راكم تشوفوا هاي لي لاباط تاعي نستعين بشويه تاع الفرينه. كيما راكم تشوفوا راهي خامره تري بيان، يعني خليتها حتى وين خمرت لي تري بيان. دوك هكذا بشويه تاع لا فارين كيما شفتوا كي واسيت لها شويه فرينه مع الاول. شوفوا ما تلصقلكمش يعني العجينه في لو ريسيبيون. بعد ما تخمر نواسيو شويه تاع لا فارين هكذا سور لو بلون دو طرافاي ونقسموا هاد العجينه على 2. يعني هاد الفطائر نسحقوا فيهم 2 خبيزات كيما راكم تشوفوا، نقسموهم بالتساوي ونحاولوا كيفاش نعملوا لهم هكذا. نرجعوهم هكذا بعد ما قسمنا العجينه تاعنا هكذا على 2 حنجيب يعني قطعه كيما راكم تشوفوا ونسي نحلها يعني فوق لو بلون دو طرافاي على شكل دائري. يعني نستعينوا بالحليول، يعني نقدروا نحلوها بالحلال كيما نقدروا نحلوها غير هكذا بيدنا. وشنو هي بالحلال افضل. نجيب الحليول تاعي ونرجع لكم. دونك فوالا نحاولوا نحلو كيما قلت لكم العجينه تاعنا بشكل دائري على سمك ما يكونش يعني بزاف خشين، يكون شويه رقيق. دونك فوالا بعد ما عطيت العجينه تاعي هكا شكل دائري نوعا ما، واش نواسي نجيب بابي كويسون نحطو هكذا في بلاطو ونحط عليه هاد الخبيزه كيما راكم تشوفوا فيها. ولا تقدروا يعني تفرشوا سربيته تكون نقيقيه وتحطوا فوقها هاد الخبيزات تاعكم. يعني نحط هذه فوق لو بابي كويسون هذاك بهاد السمك، هايليك السمك تاعها كيفاش يكون. ونكمل نحل هاد العجينه كيما حليت هذه ونحطها قدامها سور لو بابي كويسون ونرجع لكم. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا بعد ما حطيت العجينه تاعي سور ان بابي كويسون ولا فوق سربيته ولا كيما حبيتو. دونك واش نجيبو موس ولا كوبات ولا هكذا قطعه تاع بيتزا ونقطعوا العجينه تاعنا ل8 قطع. بسم الله نقطعوهم بهذه الطريقه، يعني نقطعوها هكذا من بعد نقطعوها هكذا ومن بعد كل مثلث نقطعوه على 2 بهذه الطريقه ونخلوهم يعاودوا يخمروا للمره الثانيه. بالنسبه للاختمار في هذه المرحله حيكون يعني غابيد بالخف حيخمروا لنا. وشنو ما نخليوش القطع تاعنا هكذا متلاصقين، نسيباريو كل قطعه على اختها، يعني ندنوهم على بعضهم هكذا ندنوهم ونخلوهم يعاودوا يخمروا للمره الثانيه. بعد ما يخمروا نقلوهم كيف كيف. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا بعد ما خمروا لنا المثلثات تاعنا هكذا نحكموهم ونقلوهم في زيت اللي تكون سخونه. دونك بسم الله نحط المثلث تاعي هكذا في زيت اللي تكون سخونه كيما راكم تشوفوا هكذا. ومن بعد نبدا نرمي فوقها الزيت غير بالعقل وهي تنفخ كيما راكم تشوفوا هايليك. يعني نقلوهم كيما نقليو لي بيني هكذا كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش تنفخت ما شاء الله. بعد ما نشوفوها حمرت من تحت نقلبوها باش تزيد تحمر من الجهه الفوقانيه ونكملوا نوصلوا كامل المثلثات اللي عندنا. نزيد نجيب مثلث واحد اخر هكذا كيما راكم تشوفوا نحطوه بهذه الطريقه. في الاول يعني ما نرموش الزيت، نحطوه برك ومن بعد نبداو نرميو عليه الزيت بالعقل. فوالا دونك كيما راكم تشوفوا بعد ما يتحمر من تحت نقلبو على الجهه الثانيه يزيد يتحمر هكذا كيما راكم تشوفوا. كي نشوفوا بدا يتنفخ نبداو نرميو عليه الزيت هكذا تدريجيا. نكمل كامل المثلث تاعي بهذه الطريقه ونوريهم لكم جاهزين. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا كانوا هادو هما الفطائر تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله وينالوا اعجابكم. نوري لكم كيفاش جاونا من الداخل. كيما راكم تشوفوا بعد ما طابوا كنت عملت لهم سكر يعني هكذا رمتهم في السكر وكاين اللي واسيت لهم هكا الشوكولا من الفوق. نتمنى انه ينالوا اعجابكم وتطبوهم ان شاء الله باذن الله. فتح لكم حبيبه تشوفوها كيفاش يجونا من الداخل.
كما قلت لكم نفتح لكم حبيبات. شوفوا الفطائر تاعنا كيفاش يجوا، يعني يجوا ما شاء الله، يجوا بزاف خفاف كما شفتوا. يعني المقادير كانوا بزاف بساط، يعني نقدروا نعملوهم في وقفه. نتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله وينالوا اعجابكم. سلام.